ففكرت بمشروع من 7 سنوات إعادة كتابة تاريخ السوري بعد أنهيت بعض الكتب الأخرى اللي كانت يعني طبعتها وحبيت انتقل لهذا المشروع، وكان مشروع كبير. فبدأت بأبحاث نشرتها كأبحاث في حرمون، حوالي 5 أبحاث عن مراحل. لكن بالنهاية يعني شفت إنه لازم يصير كتاب هالمشروع، لازم يكتب المشروع وكون دراسة التاريخ هون، باعتبار أنا يعني أنتمي للثقافة العلوية والمجتمع العلوي بشكل عام ثقافيا. ترى إحنا دائما انتماء العلوي هون يجب أن يؤخذ ثقافيا وليس دينيا، يعني ليس لها علاقة أنا بالجانب الديني بس. فبدي أدرسه كتاريخ، يعني كتاريخ. فبدأت بالدراسة هيك، وحتى يعني بالدراسات التاريخية، وعملت مع أحد الأصدقاء بحث عن نشأة يعني الطائفة النصيرية العلوية بشكل عام، وهو بحث يعني لاقى رواجا جيدا جدا. يعني حتى يعني على الأقل أن نشوف شو هي مصادر الثقافة العلوية والدين العلوي عموما، مصادر اليونانية، مصادر الكذا. أنا الحكي عن مصدر الإسلام، نحن مسلمين مثل غيرنا، وهذا ما عدا هذا يعني هذه المعلومة لا يصدقها أحد ولا يأخذ بها. وإذا بيكررها العلويين 500 سنة تانية ما راح يعني يزيل عنهم صبغة التطرف، صبغة عفوا الهرطقة الدينية كتيار غنوصي هرطق. لذلك فبدأت بدراسة. هلا في البداية هاجمني الكثير، خاصة من النظرة مثلا التقليدية للشيخ صالح العالي وصورته. فأنا يعني فكرت بطريقة مختلفة، فكنت تعرض لتهديدات. حتى بالمرشدية عارضني البعض، رغم أنا أكثر من أنصف المرشدية تاريخيا، وأكبر دليل الكاتبه على المرشدية. لكن يعني المشكلة أنه في عصبيات، أنت للأسف يعني غير مرن، خلينا نقول تاريخي، ما تقبل الآخر يعني إنه أي نقد لا. ما هيك يعني اعتبرت هذه رسالة، وطمشت إنه كتابي هذا هو يعوض عن كل الكتب التاريخية، يعني كمصدر رئيسي وليس لا يعوض. يعني كل الكتب، كل كتاب في نقص كتير، ومهما كان الباحث أكيد يعني ما في أكثر من 80% يحيط بإيضاحها، يعني مثل أي شيء طبيعي يعني. فما عندي أنا أبدا الغرور إنه أنا كاتب تاريخي، أنا حاولت لا. فهون التاريخ آه، 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 يعني هو تاريخ سوريا، لكن من الجانب العلوي نوعا ما، يعني إعادة الاعتبار للدور العلوي، كيف تشكل الدور العلوي. هي نقطة كانت يعني لم يتطرق إليها. هي النقطة، أنا قوة كتابي إذا كان في نقطة قوة هو الدور العلوي في التاريخ السوري المعاصر، الإضاءة عليه بشكل واضح. هذا لم يقم به أحد حاليا بشكل واسع خلال تاريخ سوريا من 1918 لسقوط النظام 2024. هي أنا طيب، إجت الأحداث بعدين اللي الأحداث الأخيرة، وعودة المشاكل وانقسام سوريا ومشاكل المناطق الثلاث، الدروز والعلويين، لتثبت وجهة نظري اللي أنا انتقدت فيها، هي اللي حدث بالتاريخ، عودة معطاء مركزية للمناطق الثلاث وبناء سوريا بالشكل هذا. فتطابقت أحداث من وجهة نظري، أعطاني ذلك يعني نوع من التشجيع. لكن كنت أنهيت الكتاب وسقط نظام الكتاب خالص، فما كان فيه إلا يعني من سنة عبارة عن كان موجود بدور النشر حتى يصبغ الكتاب. لكن فعلا أثبت كثير من الأحداث أنه كانت وجهة نظري في التحليل، يعني النظرة المختلف على التاريخ السوري الخالية من الضباب القومة العروب اللي كان بيحجب الرؤية بكل بساطة. ضباب القوم حجب ليس 10 سنوات فقط، من منتصف الثلاثينات حتى 70 على الأقل، يعني ضباب العروبي اسم هذا. فنحن كنا تحت هاي الظل، هاي اللي ممكن نخرج عنه، يعني تيارات قومية يسار عالم، يعني حتى الحرب الباردة، انعكاس الحرب الباردة ما فعل تاريخي ما فينا ننفيها، لكن بالنهاية نتائجها مأساوية. يعني حتى الحرب الباردة كانت نتائجها للدول الشرقية مثل معروف يعني الكل. فالمهم انه حاولت هاي المحاولة، وبتمنى انه هالمرجع هذا يكون مرجع ويقدم يعني رؤية اكثر موضوعية، ما فيني اطمح اكثر من هيك، وانه استطيع ان انشر المخطوط كله.
لأنه يعني هذا جهد، وإذا لم أستطع نشره، وغالبا يعني ما عندي هالحماس انشر أكثر من هيك، فممكن إني يعني أضعه لصفحتي على الإنترنت مجانا، يعني تطلع الآخرين، لكن مرجع يعني.